الله عز وجل. نعم. تفضل. لك يا سيدي سورة الأعلى. نعم. قال ربنا الذي يصلى النار الكبرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا يبقى من الأول قبله الذي يصلى النار الكبرى. ليه الكبرى؟ بكل دركاتها. يصلى يدخلها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذا من الأشقى؟ مش الشقي. الأشقى من ما معنى الذي تفوق في التمرد على الله. أعوذ بالله. هذا التفضيل. مش ربنا غير فمنهم شقي وسعيد. هود. هذا الأشقى. ولذلك مصيبة ولد عندك في النشيط كل ولد ده شقي. لا هذا حرام. قولوا بطل شقاوة. لا قول له ايه الولد ده نشاطه زايد الولد ده عنده نشاط لكن ما تاخد شقي حتى لا يعني هكذا. قال يا أبا هريرة سبحان الله أصلي ما اللفظات يعني لأننا يقال هذا اللفظ هكذا من قبيل الإعجاب الولد من شقاوة ومن باب المدح مصيبة شقي فقال فمنهم شقي وسعيد. سبحان الله والعياذ بالله. الإنسان في لفظاته دقيق وقبل أن يقول يفكر. نحن لا نفكر. لابد يا أبا هريرة أصلي بعد صلاة الصبح. قال صلي بعد شروق الشمس. الأعرابي ما فهم لم يفهم. قال يا أبا هريرة يقول أصلي يا أبا هريرة أصلي بعد صلاة الصبح يعني أنا صليت الصبح مع الإمام. نعم. ينفع أصلي نفل يعني؟ قال صلي بعد شروق الشمس. قال يا أبا هريرة أسألك أصلي بعد صلاة الصبح؟ قال صلي بعد شروق الشمس. 3 مرات. واحد قاعد من الصحابة قال يا أبا هريرة قل له لا يصلي. قال أتريد أن تدخلني في دائرة قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا يريد أبو هريرة أن يخرج من فمه لا تصلي لا تصلي لا يخرج. يا الله. حتى مدح الفرزدق علي زين العابدين ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. مش عايز يقول لا أبدا. يسأل سؤال يروح يبعد عن النفي يجيب بشكل آخر. المهم ما ينطق هذا لا إلا في أشهد أن لا إله إلا الله. والله هذا درس طيب لنا ولجميع المشاهدين والمستمعين ألا نجيب بهذا الشكل. وإذا أجبنا بهذه الشكل لا نغضب. لا نفهم. بالضبط علينا الفهم. سبحان الله. لكن إن لم نفهم سبحان الله ما يعقلها إلا العالمون. صحيح. نعم. الأشقى ولكن الآية لم تذكر الأشقى من لا الأشقى لا ما هو الأشقى هذه مقابلة ايه للأتقى سيجنبها الايه الأتقى. الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الأتقى سبحان الله. الأتقى هذا هو الذي بلغ درجة في التقوى ألا يجده ربه حيث نهاه ولا يفتقد حيث أمره. ولكن هو عرف الأتقى الذي يؤتي ماله خلاص ولم يعرف الأشقى. لا من لم يفعل هذا فهو أشقى. وضحت؟ صحيح. يعني سبحان الله. يعني هو لم يصنع هذه الأمور يصير ايه؟ لا يصير شقيا لا يصير أشقى. لأنه بلغ الذروة في الشقاء. الذي يصل النار الكبرى. هو غير الحسن البصري تحب أن تموت مسلما عند باب الحجرة أم شهيدا عند باب الدار؟ فسكت ثم قال مسلم عند باب الحجرة. والشهادة قال من يضمن لي أن يثبتني حتى أصل إلى باب الدار؟ اديني شيء مضمون. قال ابن عمر والله لو علمت أن الله قد قبل مني سجدة ما كان غائب علي أحب من الموت. بس ادوني ضمان أن ربنا قبل سجدة ويرحب بالموت سجدة واحدة. ابن القيم يقول أكلة أورثتنا تعب الدهر كله فاتقوا الله عباد الله. من آدم يعني أكل الأكلة ما كنا عاملين من سرير لكن حد يشتغل ولا غيره كسر يفرح. سبحان الله الأمر. طيب يا سيدي تعالى إلى بعدين فضيلتكم هنا قال النار الكبرى وقبلها قال النار حامية. لأن وصف النار متعدد في القرآن الكريم. لا وعلى درجة على درجة الانغماس في الدنيا. هذا كان من الأشقيين
او من الاشقين، يعني الاشقياء اللي هم ايه درجه كبرى في الشقاء، فيدخل النار الكبرى. لا حول ولا قوة يعني يتنقل بين دركاتها عشان النار الكبرى. النار الكبرى مش جهنم فقط، مش سقر فقط، مش لظى، لا، السبع دركات. لانه عامل زي الكلاليب اللي على الايه، على الصراط، على الغيبه، في ناس تجتمع عليها كل الكلاليب لانه ما ترك ذنبا الا وصنعه. طب يعني بعد إذن فضيلتكم، لماذا تغير وصف النار في القرآن الكريم مع أن أقل نار فيها يعني حدث فيها ولا حرج؟ احنا قلنا بقدر ما انحرف الناس. واحد في الدنيا يعني مثلا كان يعني لا يستبرئ من بول مثلا، او يعني ذنب كده يتصور انه صغائر، ده يغمس في النار غمسه. نعم. منه النار كده يعني شويه ويخرج. طيب واحد اكل اموال اليتامى وظالم، وجائر في حكمه وطاغيه وقاتل وشارب خمر ومضيع لدين الله، اعوذ بالله من غضب. يصل النار الكبرى ولا لا يصل النار الكبرى؟ بارك الله فيك. اتفضل. احنا مش عدوانيين يا ابني، بس لكن يعني احنا بس بنوضح المساله. والله يا فضيلة اليوم لانه شيء قاسي، يعني وصف النار في حد ذاته يا ابني ما انت لما تشوف الدنيا بتعمل ايه، ده فيه ناس يقول لك انا لو حد فكر، ده تتحاسب على النية. صحيح. لا يحاسب على النيات الا الله. يقول لك لا انت تفكر الناس دول صالحين، ده كده منظر بس، لا حول ولا قوه. دخلت في قلوب الناس، انت تتألى على الله، لا يعلم النوايا الا الله. يحاسب على هذا الكلام؟ يحاسب طبعا على هذا الكلام. الله يعني مش اسامه الله يرضى عليه لما قتلته يا اسامه وقد نطق قال لا اله الا الله. قال له يا رسول الله ما اسلم الا لما راى برق سيفي. قال اشققت عن قلبه يا اسامه. يا سلام. انت تحاسب الناس بالنوايا؟ النوايا دي تخص رب العباد، انت مالك؟ انت من كان يقول دلوقتي اصل انا فاهمه، انا افهم ميكانيزم عقل كيف يفكر. ده اغبى واحد في العالم، لانه لم يتخذ الله وكيلا وحكما. الله هو الحكم ونعم والحكم العدل. ونعم. عمر يقول كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا، ده مسلم ده مؤمن ده منافق ده زنديق، سبحان الله. اما ولا وحي، فمن اظهر لنا حسنا ظننا به حسنا، ومن اظهر لنا غير ذلك ما ظننا به الا ما راينا. بس عشان مش عمر يقول انا شفته في الرؤيا، لا. ومذهب ابن حزم الاندلسي الظهري هكذا، يصدق المرء ويأخذ ما ظهر من اخلاقه ومن تعاملاته. نعم.